تعالى اوريك كده بعد ما تشوف الكورس ده انت هتقدر تعمل ايه. زي ما شفت كده في عنوان الفيديو، كورس لبناء نظام عملاء اوتوماتيك بينت ان زائد اي اي شرح للمبتدئين. ده معناه ايه؟ احنا هنعمل دلوقتي 3 انظمه يجيبوا لنا عملاء اوتوماتيك باستخدام انت ان والاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي، والشرح ده للمبتدئين جدا. طب تعالى اوريك كده احنا هنعمل ايه. اول حاجه زي ما قلت لك دلوقتي احنا هنعمل 3 انظمه. طيب اول نظام عندنا هو مرحله ارسال الايميل اللي هي كولد ايميل اوتريتش. طيب ايه الهدف بتاعنا؟ الهدف بتاعنا ان احنا نبعت ايميلات اوليه اللي هي الكولد ايميلز بشكل اوتوماتيك للليدز اللي هم العملاء المحتملين. طب العملاء المحتملين دول انا حاططهم فين؟ انا حاططهم هنا عندي في جوجل شيت، ده السي ار ام بتاعي، دول العملاء المحتملين بتوعي. طب تعالى كده ارجع تاني. زي ما شفت دلوقتي العملاء اللي انا حاططهم في جوجل شيت، احنا هنسحب بيانات العملاء من جوجل شيت زي الاسم او الشركه او الوظيفه او الايميلات زي ما انا كاتبهم كده في جوجل شيت. انا كاتب الايميل، التليفون، الاسامي بتاعت العملاء، الاسم الاولي، الاسم الثاني، ورقم العميل، وهكذا. وبعد كده هستخدم اوبن اي اي او اي ال ال ام. ال ال ام ده اختصار للارج لانجوج موديل، وده معناه زي اوبن اي اي، اوبن راوتر، ديب سيك، جيميناي، دول يعتبروا ال ال ام موديلز. طيب تعالى اوريك كده. طب احنا هنعمل كده ليه؟ ده احنا هنستخدمه اوبن اي اي عشان نولد اول جمله شخصيه في الايميل. ليه؟ عشان المستلم يحس ان الرساله مبعوته له او معموله له مخصوص، مش سبام وخلاص. بعد كده هندخل جوه ان ان ونستخدم حاجه اسمها جيميل نود. ايه جيميل نود دي؟ هتعرفها جوه ان ان اول ما ندخل. طب احنا هنستخدمها ليه؟ احنا هنستخدمها عشان نرسل اول رساله اللي هي السبجكت. لازم نخلي السبجكت بتاع الايميل جذاب. زي مثلا انا ممكن اكتب اسم العميل اللي انا ببعت له وجنبيها ايه؟ بارتنرشيب اوبورتيونيتي، اللي هي فرصه شراكه جذابه او عرض جذاب. بعد ما يتبعت الايميل السيستم هيعمل لوج في جوجل شيت، هيعمل علامه زي سنت عشان تتابع مين اتبعت له الايميل ومين ما اتبعتلوش. تعالى بص كده. اول ما تدخل هنا على جوجل شيت انا عامل علامه سنت هنا. طب دي معناها ايه؟ معناها اول ما العميل يتبعت له الايميل على طول هيجي قدام العميل كده ويروح مكتوب هنا سند ان العميل اتبعت له الايميل. كده هنحط جواه ان حاجه اسمها لوب زي ويت نود. ده هنعمله ليه؟ عشان الايميلات تتبعت واحده واحده، ومثلا ما بين كل ايميل والتاني نحط وقت معين زي 5 ثواني، 5 دقائق، 10 دقائق، اي وقت انت تقدر تحدده. طب انت ليه؟ ايه الميزه في اللي احنا بنعمله ده؟ الميزه في اللي احنا بنعمله ده ان انت بتبني اوتوماتيك سيستم يقدر يبعت للعميل يوميا من غير ما انت تعملها يدويا او تتدخل بايدك او تكتب حرف واحد. طيب المرحله الثانيه والنظام الثاني اللي احنا هنعمل نظام للمتابعه اللي هو فولو اب ايميلز. طب ده ايه الهدف منه؟ الهدف منه انك تتابع العملاء اللي ما ردوش بعد 3 ايام او اي وقت انت تحدده، ممكن بعد كل يوم، بعد كل اسبوع، بعد كل شهر. طب ده هنعمله ازاي؟ احنا هنخلي السيستم يشتغل كل يوم في وقت معين او الوقت المناسب بالنسبه لك، سواء مثلا 11 الصبح، 12 الصبح، في اي وقت. طب ده احنا هنعمله ازاي جوه ان ان؟ هنستخدم حاجه جوه ان ان اسمها سكادجوال تريجر. هوريك السكادجوال تريجر ده واحنا بنعمل النظام الثاني في ان ان. طيب ده هيعمل ايه؟ ده يسحب كل الليسته من جوجل شيت ويعمل تشيك في الايميل هل الشخص ده رد ولا لا، ولو ما ردش يروح باعت على طول فولو اب ايميل قصير كريمايندر، كذكر ان هو مثلا ايه، لو لسه حابب تشوف ازاي ممكن نزود مبيعاتك بالاي اي سيستم، لو لسه مهتم باي طريقه احنا هنحددها. برضه هنستخدم جوه ان اللوب زائد الويت عشان يبعت كل مره واحده واحده. طيب ايه الميزه في اللي احنا بنعمله هنا؟ انت هنا ما بتفقدش عملاء محتملين بسبب تجاهل الايميل الاول. طيب ده معناه ايه؟ انت مثلا لما بتبعت لاي عميل اول ايميل وهو ما بيردش عليك وخلاص كده يعتبر انا بعت للعميل مره واحده وهو ما ردش عليا، في هنا احتماليه ان هو ممكن يرد في الايميل الثاني، مش من شرط من اول ايميل. طيب ايه الميزه الثانيه؟ الميزه الثانيه ان كل المتابعه اوتوميتد. يعني ايه مؤتمته؟ يعني مفيش جهد يدوي، انت مش هتبذل اي جهد يدوي لان احنا بنعمل كل ده بواسطه ان والاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي من غير ما انت تتدخل في اي حاجه، وهعرفك جوه ازاي ده هتعمله كله بالتفصيل. طيب تاني نظام هتبنيه هو مرحله الاي اي ايجنت اللي هو الرد الذكي. الهدف منه ايه؟ وده اخر نظام معانا. اي حد يرد على الايميل السيستم يستخدم اي اي ايجنت يجاوب مكانك ويحاول يقفل الصفقه. طب ده هنعمله ازاي جوه ان؟ اول حاجه هنعمل ايميل وهنخلي الايميل ده تريجر. هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه جوه ان اسمها ايميل تريجر. الايميل تريجر ده اي رد هيجي لك على الايميل هيروح جايبه وهيتاكد ان المرسل ده موجود في جوجل شيت عندك، يعني واحد من اللي انت بعت لهم. ده يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا عندي هنا وليكن 6 عملاء. جميل. ال6 عملاء دول لو اتبعت لي من اي اسم عميل فيهم ايميل على الايميل بتاعي، شايف الايميل ده؟ انا هنا بتاكد ان اللي بعت لي الايميل ده هو واحد من العملاء اللي انا مستهدفهم. طيب ما ممكن يجيب لي اي ايميل انا مش هاممني مثلا، فساعتها بيتجاهل ويبعت لي بس الايميل من العملاء اللي انا
بعت له. طيب الاي اي ايجنت ده هياخد رساله العميل ويكتب له رد مقنع باسلوب سيلز اسيستنت. طيب وهيعمل ايه في الاخر؟ هيعرض الفوائد ويعمل كول تو اكشن في الاخر. يعني ايه كول تو اكشن؟ كول تو اكشن دي زي مثلا انا قلت لك اول الفيديو، ولو مهتم بمجال الاي اي اوتوميشن اعمل لايك واشترك. ده معناها كول تو اكشن. انا بدعوك ان انت تعمل لايك وتشترك في القناه لو انت مهتم بمجال الاي اي اوتوميشن، واعرفك جوه ازاي نعمل الطريقه دي بشكل احترافي. طيب السيستم ده هيحط تاخير مثلا ساعتين او 3 ساعات عشان ما يبانش ان هو رد بوت لحظي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو اي عميل بعت لي رساله، انا مش هخلي السيستم ده يرد عليها في نفس اللحظه، لا انا هخليه يستنى 3 ساعات او ساعتين وبعد كده يبعت له الرد، عشان ما فيش حد بيرد بعديها في نفس اللحظه الا لو كان بوت والحكايه مؤتمته، وانا مش عايز ابين العميل ان انا عامل له اوتوميشن. بعد كده يبعت الرد الاوتوماتيك للشخص في الايميل نود، وده اعرفه لك جوه. طيب ايه المميزات الكامله بقى للنظام ده كله؟ النظام ده بيوفر لك وقت، بدل ما تبعت وتتابع وترد يدويا كله هيبقى اوتوماتيك. كل ايميل شكله مخصص للشخص اللي وصل له، برضه ما بيسيبش حد من غير متابعه اللي هو الفولو اب اللي احنا هنعمله. وهيبقى عندك اي اي ايجنت بيرد مكانك بطريقه مقنعه. طيب وايه تراكنج لوبينج دي؟ تراكنج لوبينج دي معناها ايه؟ انت علشان تعرف مين اتبعت له ومين رد، كل حاجه بتتسجل في جوجل شيت، مين اتبعت له، مين اتعمل له فولو اب، كل حاجه متسجله بالتفصيل في جوجل شيت. والهديه بتاعت الفيديو ده انك مش محتاج تدفع لمنصات غاليه زي انستانلي اشتراك شهري ب 47 دولار. يلا نبدا، وتعالى اوريك ازاي هتبني الثلاث انظمه دول من تحت الصفر. بس قبل ما نبدا تعالى اوريك كده شكل الثلاث انظمه اللي احنا هنبنيهم. اول حاجه ده النظام اللي بيبعت الايميلات، تاني حاجه ده النظام اللي بيعمل فولو اب على طول، وتالت حاجه ده النظام اللي بيجاوب على العملاء اللي ردوا واتبعت لنا منهم ايميل. طب تعالى كده نبنيهم انا وانت من تحت الصفر. طيب اول ما تدخل على ان ان هنا هتلاقي حاجه اسمها اد فيرست ستيب، هروح انا دايس عليها. اد فيرست ستيب دي لما ادوس عليها هيظهر لي هنا على اليمين انواع تريجرز كتير جدا، فانا هختار تريجر مانولي. طيب اول حاجه يعني ايه تريجر؟ التريجر ده المحفز اللي بيخلي الورك فلو كله يشتغل. طيب اول ما اجيب تريجر مانولي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجيب بيانات العملاء من جوجل شيت. طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ انا هدوس هنا على علامه الزائد دي واكتب في البحث من الجنب جوجل شيت. انا كتبت هنا جوجل، ظهر لي هو كل الحاجات اللي تخص جوجل. هنزل كده لحد ما الاقي جوجل شيت، اروح دايس على جوجل شيت دي. اول على جوجل شيت هيظهر لي 10 اكشنز. طب لما انزل كده هلاقي كذا حاجه. طب انا ايه اللي انا محتاجه من الحاجات دي؟ انا محتاج حاجه اسمها جيت روز ان شيت، هدوس عليها. ودي معناها ايه؟ ان انا بقول له هات لي كل البيانات اللي انا حاططها في جوجل شيت ده. طيب اول حاجه طالبها مني هنا كريدنشال تو كونكت ويز. يعني ايه كريدنشال تو كونكت ويز دي؟ ده عايزني اوصله بجوجل شيت بتاعي. فانا هدوس هنا وادوس كرييت نيو كريدنشال، واول ما تدوس على كرييت نيو كريدنشال هيظهر عندك على الشمال ساين ان ويز جوجل. هتعمل له ساين ان ويز جوجل وتوصله بجوجل بتاعك بجوجل شيت بتاعك، وكل حاجه هتبقى تمام، وهتلاقي جوجل شيت هنا واصل عندك. انا كده كده موصله. انت لو مش موصله اعمل زي ما انا بقول لك كده. هتيجي هنا هتسيب كل حاجه زي ما هي. طيب وانت ان اللي مكتوبه هنا دي، انت ان دي لو دخلت معاها على جوجل شيت هتلاقي الاسم اللي مكتوب على اليمين تحت هو ده. ممكن ما تشوفهاش بسبب صورتي، بس هنا هتلاقيها في جوجل شيت تحت على اليمين. ممكن تلاقيها عندك مكتوب عليها ورقه رقم 1 ورقه رقم 2 على حسب انت عندك ايه، وانت تقدر تغير اسمها. طيب حلو قوي، انا كده كل حاجه تمام. ادوس كده اكسكيوت ستيب، هيجيب لي الخمس عملاء اللي في جوجل شيت. جاب لي اهو الخمس عملاء اللي في جوجل شيت اللي انا حاططهم هنا اهو. ادي اهو الخمس عملاء بتوعي، جاب لي كل البيانات بتاعتهم. طيب انا دلوقتي معايا العملاء بتوعي، جبت بيانات الخمس عملاء بتوعي، وعايز دلوقتي اكتب عنوان الايميل. ولازم اول عنوان الايميل ده لازم يكون جذاب جدا 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 عشان يزود نسبة الفتح بتاعت الايميل، او يخلي العملاء تفتح الايميل بشكل تلقائي. طب انا عشان اعمل كده هعمل ايه دلوقتي؟ انا هدوس هنا على علامة الزائد وابحث عن حاجة اسمها اوبن اي اي. اهو اول حاجة ظهرت لي. لما ادوس هنا على اوبن اي اي هتلاقي ظهر لي هناك اكشنز كتير جدا. انا هختار حاجة اسمها مسج ا موديل. ولما ادخل هنا على مسج ا موديل هيطلب مني هنا اول حاجه كريدنشال تو كونكت ويز. طيب عشان تبقى معايا انا ليه بستخدم مسج ا موديل؟ انا بستخدم مسج ا موديل علشان اعمل عنوان للايميل بشكل مخصص جدا ويزود نسبه فتح الايميل. طيب اول حاجه طالبها مني هنا كريدنشال تو كونكت ويز، انا هدوس عليها وادوس هنا كرييت نيو كريدنشال. هيطلب مني حاجه هنا اسمها اي بي اي. طيب انا هجيب الاي بي اي ده منين؟ انا هروح ابحث في جوجل على حاجه اسمها openai.com API keys. اول ما ابحث على openai.com API keys هلاقي هنا عندي صفحه هنا دي اللي هتجيب لي الاي بي اي. طيب انا لما ادخل على الصفحه دي هلاقي فوق هنا على اليمين create new secret key، هدوس عليها.
هيقول لي سمي الاي بي اي بتاعك اي اسم، وليكن مثلا انا اسميه نت ان، وادوس هنا كرييت سيكريت كي. هيروح عامل لي دلوقتي الاي بي اي بتاعي، هروح واخده كوبي كده وراجع لانت ان، واول ما ارجع هنا على انت ان هروح حاطط له الاي بي اي الجديد بتاعي واعمل له سيف، هيروح جايب لي اهو. واول ما ارجع هنا على انت ان هروح حاطط له الاي بي اي الجديد بتاعي واعمل له سيف، هيروح جايب لي اهو، راح عمل لي اهو كريدنشن تيستد سكسسفولي. وكده خلاص انا اديت له الاي بي اي بتاعي. بس اول حاجه انا عايز اقول لك الاي بي اي ده ما تدوش لحد واعتبره اكنه باسورد معاك. تاني حاجه عايز اقول لك يعني ايه اي بي اي اصلا. الاي بي اي ده الحاجه اللي بتخلي التطبيقات تتواصل مع بعضها. يعني انا هنا في انت ان بروح لاوبن اي اي اللي هو يعتبر زي تشات جي بي تي، بقول له اديني حاجه من عندك تخليني اقدر استخدمك لان انا في انت ان. فبروح اطلب منه الاي بي اي، بيديني الاي بي اي بتاعه، بروح حاطه هنا في انت ان، بقدر وانا هنا في انت ان استخدم الاي بي اي بتاع اوبن اي اي اللي هو الحاجه اللي بتخلينا نقدر نتواصل مع بعض، او الحاجه اللي بتخلي التطبيقات تتواصل مع بعض. بس اتاكد ان انت حاطط في اوبن اي اي $5 على الاقل عشان تقدر تستخدمه. بعد كده هتلاقي هنا الريسورس تكست هسيبها زي ما هي، الاوبريشن هسيبها مسج او موديل. الموديل هنا انا ممكن اختار اي موديل، وليكن مثلا ماشي ده كويس جي بي تي 4.1. هنا بقى يجي البرومبت. اول حاجه بس انا هنا هخليها اكسبريشن وهفهمك ليه حالا انا خليتها اكسبريشن. بعد ما اخليها اكسبريشن هدوس هنا على السهم ده هتلاقيه احمر، دوس عليه كده مقدوسه. وتعالى بقى دلوقتي نعرفه هو هيعمل ايه بالتفصيل. بص كده خليك معايا. طيب انا كتبت له البرومبت ده. اول حاجه يعني ايه اللي انا كتبته له ده؟ تعالى كده نروح لشات جي بي تي ونخليه كده يترجم لنا اللي انا كتبته دلوقتي كده. هقول له بكل بساطه ترجم، بس كده. تعال نشوف ترجمة اللي انا كتبته ده بالعربي عشان نقدر نفهمه انا وانت. اهو شات جي بي تي طلع لي الترجمة، بيقول لي ايه اول حاجة انا كاتب له ايه؟ مهمتك انت متخصص في تخصيص الايميلات. جميل قوي. مهمتك هي انشاء جملة افتتاحية شخصية لايميلات المبيعات تكون طبيعية وبشرية مش آلية وسبام. ليه انا بقول له يعمل كده؟ عشان ما يبانش ان احنا عاملين الحكاية بواسطة انت ان او احنا مستخدمين اي اوتوميشن او اي اي، تبان ان احنا كاتبينها اكننا كاتبينها بايدينا. طيب بقول له صيغه الادخال ايه؟ ايه صيغه الادخال دي؟ بص لو خدت بالك هنا انا كاتب له انبوت فورمات، هي دي صيغه الادخال. انا هديله الاسم بتاع العميل، المسمى الوظيفي بتاع العميل، الشركه والصناعه بتاعه العميل. طب ايه المطلوب منه؟ انا بقول له اكتب الجمله الافتتاحيه فقط للايميل بحيث تتضمن على الاقل من 2 ل 3 بيانات من اللي انا مديهم لك فوق، اللي هو الاسم، المسمى الوظيفي، الشركه، الصناعه، وهكذا، بشكل طبيعي ومترابط. الهدف ان المستقبل يحس من اول سطر ان رساله معموله مخصوص ليه، مش مرسله جماعيا. طيب ايه الشروط اللي انا مديها له؟ بقول له الجمله تكون سطر واحد فقط، لازم تكون طبيعيه وبشريه. ليه؟ عشان يزود معدل ان الجمله ان الايميل يتفتح. طيب بقول له لما تذكر المسمى الوظيفي ايه اربط بدوره في الصناعه بشكل واضح، يعني يعرفوا المسمى الوظيفي بتاعه ويعرفوا الاحتياج للمسمى الوظيفي ده او للدور الوظيفي ده في الصناعه اللي هو بيقدمها. طيب بقول له ممنوع تستخدم جمله عامه زي اتمنى ان تصلك هذه الرساله وانت بخير والحاجات اللي بتيجي في كل الايميلات دي عشان المستقبل للايميل يفتح الرساله. بقول له ما تكونش ودود زياده عن اللزوم او عفوي زياده، لازم يكون واضح انك عامل بحث بسيط عن الشخص. جميل قوي. ومديله امثله معرفه في الامثله دي، يعني مثلا وليكن انا مديله مثال زي المثال بتاع ساره. مرحبا ساره، انت بتقودي مبادرات التسويق في مشهد التكنولوجيا المزدهر في اوستن، اللي هو اول عميل عندنا في في السي ار ام او في جوجل شيت اهو ساره. ومعرفه ان هو هو عارف منين حكايه التكنولوجيا دي. ليه؟ لان انا معرفه الاندستري بتاع اللي هو الصناعه التكنولوجي، فهو ايه بيجمع كل البيانات ويعمل رساله مخصصه على الاسم او على الشخص اللي انا مديهوله. طيب مديله مثال تاني بتاع مايكل. مرحبا مايكل، بما انك بتدير العمليات في بيئه الاعمال التنافسيه في دنفر افتكرت ان الموضوع ده ممكن يهمك وهكذا، ومديله كذا مثال. طب تعالى كده ارجع ل انت ان وكده انا اديت له كل حاجه. بس اولا انا هو انبوت فورمات ايه بقى النيم. انا هاجي هنا، يعني هو دلوقتي هنا المفروض انا اديله النيم، الجوب تايتل، الكومباني، الاندستري. هنا انت هتعرف انا ليه عملتها اكسبريشن مش فيكسد. انا لو كنت عاملها فيكسد كان البيانات اللي هتجيله واحده، مش هقدر اغير في اسامي العملاء والايميلات بتاعتهم والصناعات بتاعتهم، كل حاجه تبقى واحده.
لكن انا بص دلوقتي لما اجي هنا عند الشمال على الجوجل شيت واجيب هنا الفيرست نيم واحطه هنا كده، هتلاقيه اتحول الناحيه الثانيه لساره، واي اسم هيتحول لكل الاسماء للخمس اسماء اللي عندي في جوجل شيت. طيب الجوب تايتل، تعالى كده ابحث عن الجوب تايتل اهو. اول ما اجيب الجوب تايتل واجيبه هنا هيتحول للجوب تايتل اللي عندي وكل الجوب تايتلز اللي موجوده في السي ار ام او في الجوجل شيت بتاعي. طيب هاجي هنا عند الكومباني اهي الكومباني واروح جايبها هنا حاططها هنا، هتتحول نفس الكلام ولكل الكومبانيز الموجوده عندي في السي ار ام. هاجي هنا عند الاندستري هجيب من هنا الاندستري، فين الاندستري اهي، وهتتحول لكل الاندستري اللي عندي في السي ار ام. تعالى كده نجرب وارجع بس ثواني، انا كده كل حاجه تمام. اكسكيوت ستيب، وهو بص لو بصيت معايا هنا او خرج لي جمله افتتاحيه للايميل جامده جدا. تعالى كده اخدها كوبي واروح اترجمها. بص لما جيت هنا ترجمتها لقيته كاتب ايه، بيقول مرحبا ساره، بصفتي مدير التسويق في الشركه اللي هي شغاله فيها، انا معجب بالعمل المبتكر الذي تقودينه في قطاع التكنولوجيا. طيب هو جاب كل المعلومات دي منين؟ من جوجل شيت، من المعلومات اللي انا مديهم له ومديله صلاحيه ان هو يستخدمها. طب ارجع معايا كده. طيب كده كل حاجه تمام وعملنا اول عنوان في الايميل. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز كل ايميل ابعته ما ابعتوش ورا بعض. يعني مثلا انا دلوقتي عندي هنا 5، بس افرض مثلا عندي 5000 هبعتهم كلهم ورا بعض؟ لا، انا دلوقتي عايز ابعت لكل عميل ايميل واستنى شويه، مثلا دقيقه، 5 ثواني، 20 ثانيه، دقيقتين، ساعه، وابعت للعميل اللي بعده. مش كل الايميلات تتبعت ورا بعضها. طب انا هعمل كده ازاي؟ انا هاجي هنا وادوس على علامه الزائد دي وابحث عن حاجه اسمها لوب اهي. اول ما اجيب اللوب دي هخرج منها، اخرج كده منها تاني، تمام. وهتلاقي هنا حاجه اسمها ريبليس مي، امسحها مش محتاجينها دلوقتي خالص. انا بس مش محتاج غير اللوب، ادي يعني كده مسحتها وادوس عليها كده واروح مسحها على طول لان انا مش محتاجها. طيب ايه اللوب دي؟ اللوب دي هتبعت الايميلات واحده واحده، حلو. وبعد ما تبعت الايميلات واحده واحده هتلاقيها كده لفيناها ورجعناها ورا وخليناها تبعت الايميلات تاني. يعني هتمشي ازاي؟ انا دلوقتي هي هتبعت اول ايميل، جميل، اول ايميل اتبعت تروح جايه هنا كده وبعت الايميل التاني، طيب تاني ايميل اتبعت التالت، وهكذا تفضل تبعت للايميلات على حسب انا معرفها هي هتبعت كل قد ايه. طب ثواني، فين هنا التوقيت؟ هي هتعرف منين هتبعت كل قد ايه؟ ركز بقى معايا، ركز معايا لان اللي هتشوفه دلوقتي، بص كده دلوقتي هنا هاجي هنا عند علامه الزائد كده، انا هلاقي حاجتين، اول واحده دن وتاني واحده لوب. انا سيبني من دن دي دلوقتي، انا محتاج دلوقتي لوب. انا هاجي ادوس على اللوب دي واروح باعث عن حاجه اسمها جيميل. طيب فين جيميل ده؟ بص كده ادي جيميل. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ابعت رساله. طيب فين ازاي ابعت رساله من الحاجات اللي ظهر لي كده؟ انا ظهر لي هنا 26 اكشنز. طيب فين فيهم اللي بيبعت رساله؟ اهو send a message. اول ما ادخل على send a message هيطلب مني credential to connect with، برضو انا هدخل هنا وادوس create new credential واعمل sign in with جوجل، هتلاقيه اتوصل على طول بالحساب بتاعك. بعد ما اعمل كده هتسيب تاني حاجه زي ما هي، الريسورس هتسيبها مسج، الاوبريشن مسج. طيب حلو قوي. هيجي هنا بعديها تو دي الشخص اللي هيتبعت له الايميل. انا دلوقتي هبعت لمين؟ انا هبعت للعميل اللي عندي في جوجل شيت. فراح جاي هنا عند كلمه تو دي، ده الايميل اللي هيتبعت له ده الايميل اللي هيتبعت له الرساله. راح مخليها هنا اكسبريشن، وبعد ما اخليها اكسبريشن ادوس على السهم ده وانزل كده اجيب جوجل شيت واروح جايب الايميل، ادي الايميل اهو كده. الايميل ده الايميل اللي هيتبعت له الرساله، واروح جاي هنا عند السبجكت مخليها اكسبريشن وادخل هنا واشوف انا هكتب ايه في السبجكت. انا ممكن مثلا اكتب ايه؟ انا ممكن اجي هنا عند العملاء بتوعي واروح جايب مثلا الاسم الاول اللي هو ساره، حلو، واكتب هنا واديني كتبت partnership opportunity اللي هو ايه؟ فرصه للشراكه. ساره فرصه للشراكه اللي هو ايه؟ انا بدعوها ان احنا عندنا فرصه ان احنا نشترك مع بعض. بس كده. بعد كده جيت هنا عند الايميل تايب وخليتها من HTML لتكست لان انا بعت له نص عادي في الايميل. اخر حاجه هنا المسج واهم حاجه عندي، واول ما دخلت هنا كتبت ايه؟ هاي زائد الفيرست نيم بتاع الشخص. بصوا هتلاقيه ظهر الناحيه الثانيه ايه؟ هاي ساره. طب انا جبت ده منين؟ جبت الفيرست نيم ده منين؟ انا جيت هنا عند جوجل شيت، النوت بتاع جوجل شيت، ورحت جبت اهو الفيرست نيم ده شلته من هنا حطيته بعد كلمه هاي. يعني بص كده، انا لو جيت امسح الفيرست نيم، تعالى كده امسح الفيرست نيم، ادينا كده مسحته.
اختفت كلمة سارة اللي على الجنب. اجيب هنا من هنا تاني الفيرست نيم واروح حاطه هنا بعد كلمة هاي. جميل، هتلاقي كلمة سارة ظهرت تاني. طيب مين اللي كتب الجملة دي اللي هي من اول هلو لحد هنا اتنشن؟ مين اللي كتب الجملة دي؟ ايه، مسج موديل اوبن اي اي هو اللي كتب كده، اللي هو تشات جي بي تي. طب انا جبتها منين؟ انا دخلت هنا على مسج موديل وخدت كلمة كونتنت دي حطيتها هنا، يعني حطيتها هنا. طب يعني انا دلوقتي لو مسحت كلمة، لو مسحت ده اديني هو همسحه، حلو، واروح واخد كلمة كونتنت دي حطيتها هنا كده، هتلاقي رسالة اتعملت وهي اتنقلت الناحية التانية، ودي بقت أول سطر في الإيميل. جميل. طيب عملت إيه تاني؟ طب أول حاجة كده تعالى كده ناخد ده وأروح أترجمه. أنا بدأت قلت له إيه؟ قلت له مرحبا، وبعد كده قلت اسم الشخص. جميل. وبعد ما قلت مرحبا واسم الشخص، شايف ده كده من أول هنا لحد هنا، دي أول جملة افتتاحية في الإيميل اللي أنا خليت شات جي بي تي يكتبها لي. جميل. بعد كده قلت له إيه؟ أنا عمر، لقد ساعدنا شركات مثل سوفت وير، ممكن اكتب له اي شركه انا ساعدتها على زياده عملائها المحتملين المؤهلين بنسبه من 200 ل 400% باستخدام انظمه الذكاء الاصطناعي المخصصه. لاحظت ان، جميل، ان دي حاطط له بعديها ايه؟ الكومباني، الشركه بتاعته. بص كده لو رجعت لانت ان، انا قلت له بعد لاحظت ان دي حطيت له ايه؟ اسم الشركه بتاعه اهو، كومباني. وجبت اسم الشركه ده منين؟ جيت هنا كده عند جوجل شيت، شايف كلمه كومباني دي خدتها من هناك. طب تعالى كده امسحها من هنا. جميل قوي، اديني مسحتها. طب اجيبها تاني منين؟ اهو، هاجي هنا عند جوجل شيت واروح واخد كومباني دي حاططها هنا كده. جميل، وكل حاجه هتبقى اتظبطت. حلو قوي. تعالى كده كمل الترجمه. يمكن أن تستفاد من نظام توليد العملاء المحتملين لدينا الذي يعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع، أيام الأسبوع. يعني معنى كده ده معناه إيه؟ إن هو بيعمل 24 ساعة في السبع أيام دون أي تدخل من فريقك. هل تستحق تستحق محادثة سريعة لمدة 15 دقيقة؟ بقول له هل تستحق محادثة سريعة لمدة 15 دقيقة؟ وسايب له هنا اللينك بتاع كاندلي بتاعي اللي هو يقدر يدوس عليه ويروح على طول حاجز معايا ميعاد في كاندلي. او اذا كنت ترغب في المزيد من المعلومات اولا فما عليك سوى الرد، او وسارسل لك ملخصا يشرح بالتفصيل ما نقوم به. مع اطيب التحيات عمر. ده اللي انا كتبته هنا بالانجليزي، وانا وانت دلوقتي ترجمناه بالعربي. حلو قوي. وفي الاخر كتب له بيست عمر، وكده معايا شكل ايميل مخصص وقوي جدا، قوي بطريقه لا تتخيلها. طيب حلو قوي كده. تعالى كده بقى ابعت. اديني اهو دوست اكسكيوت ستيب، وكده بعت لي رساله على الايميل لساره. تعالى كده اروح ابص على الايميل. ادي هو بعت الرساله على الايميل لساره، بدا بهاي ساره زي ما قلت له، وبعد كده كتب الجمله الافتتاحيه اللي احنا خلينا شات جي بي تي يكتبها لنا. وبعد كده حط له اللينك بتاع كاندلي عشان لو عايز يحجز معاه ميعاد لمده 15 دقيقه. في الاخر كتب بيست عمر، بس كتب لي هنا this email was sent automatically with init in. انا عايز اشيلها، اعمل ايه؟ هرجع لانت ان دلوقتي واروح جاي هنا ادوس اد اوبشن. بعد ما ادوس على اد اوبشن هدوس append init in attribution، وبعد كده اقفلها وابعت الرساله تاني من هنا. ادوس اكسكيوت ستيب، هلاقي الرساله وصلت من غير العلامه دي. تعالى كده نروح نتاكد. وهي بالفعل الرساله وصلت من غير العلامه بتاعت انت ان اللي في الاخر دي، كلها زي ما هي مظبوطه، وشال العلامه بتاعت انت ان اللي في الاخر. تعالى كده بقى ارجع لانت ان. حلو، اديني رجعت لانت ان. تعالى نخرج كده من سند ا مسج دي. عايز بقى اقول لك حاجه، انا ليه بقى استخدمت هنا اللوب اوفر ايتمز دي؟ اللوب اوفر ايتمز دي ربطتني ان انا ابعت رساله واحده. جميل، رساله واحده بس، ايميل واحد. طب انا ليه بستخدمتها؟ طيب انا دلوقتي عندي كذا عميل، هبعت للعملاء التانية دي ازاي؟ هو اتبعت بس الاول عميل. انا لو جبت الايميل ده من هنا، خدت علامه الزائد دي ولفتها كده، جميل، هيفضل يبعت 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 لحد ما يخلص الخمسه. يعني انا بص هدوس هو اكسكيوت ورك فلو، هيقعد يبعت دلوقتي لحد ما يخلص الخمس ايميلات. بص خليك معايا اهو. بص هو دلوقتي بيعمل اول رساله للشخص اهو، بعت اول واحده، تاني واحده، تالت واحده، رابع واحده، خمس، خلص كله. ادي اهو خلص الخمس ايميلات اللي عنده. ولو رحت دلوقتي على الايميلات هلاقيه خلص الخمسه. بص كده، ادي اهو الايميلات كلها اتبعتت وكل حاجه مظبوطه لكل الاشخاص اللي عندي. بس انا عايز اوريك حاجه، انا مش عايز ابعت للاشخاص دي كلهم
في نفس الوقت او في نفس اللحظه. لو كنت عايز ابعت لهم كلهم ما كنتش هضيف النوت دي اصلا. ايه اللي يخليني اضيفها؟ ما انا ممكن اخلي بعد ما الرساله تتعمل ابعت لهم على طول على الايميل. ايه فايده دي؟ ايه فايده دي؟ فايده دي الحاجه اللي انا بقدر اخليها تستقبل مني تاني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هنا لما خرجت الشريطه دي، شايف الشريطه دي اللي انا خرجتها من الايميل؟ تعال امسحها. انا خرجت الشريطه دي من الايميل ووصلتها بيها تاني هنا. حلو. هي بعد كده راحت كملت العمليه بتاعتها وبعتت للايميل تاني، وفضلت تبعت 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 لحد ما خلصت الخمسه اللي عندها، اللي هم الخمس عملاء اللي عندي. طيب انا هنا هستخدم حاجه اسمها ويت. ايه ويت دي؟ بص كده معايا اهي ويت. جميل. ويت دي بتستنى ما بين كل عمليه والتانيه زي ما انت تحدد لها المده. يعني انا هنا معموله 5 ثواني، انا ممكن اخليها 5 دقايق، 5 ساعات، 5 ايام، ممكن اشيل 5 دي واخليها 10، اي حاجه انت تحددها. جميل. هروح جايب الويت دي هنا واخد من الويت دي علامه الزائد دي، الشريطه دي، وحاططها هنا. جميل. كده بقى النظام ده بيبعت الايميلات او الرسائل اللي هو بيبعتها ما بين كل شخص والشخص، بيستنى الوقت اللي انت محدده له. انا هنا محدد له 5 ثواني هيستنى الخمس ثواني، 5 ساعات هيستنى الخمس ساعات، اي وقت انت تحدده له هيستناه. وده كده اول نظام بتاعنا، الا وهو اللي بيبعت رسائل. بس انا هنا نسيت اعمل حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ انا هنا عايز اي واحد يتبعت له رساله على طول يتكتب في جوجل شيت هنا عند كلمه سنت دي ان الرساله اتبعتت له. فانا هنا هاجي انا هنا بعد الايميل ده، انا عايز هنا اعمل ايه؟ انا عايز على طول بعد ما الايميل يتبعت يتسجل على طول في جوجل شيت هنا عند كلمه سنت قدام الشخص ان الايميل ده اتبعت. فانا هاجي هنا عند الايميل وهاجي ادوس على علامه الزائد دي وهبحث عن جوجل شيت. اهو ادي جوجل شيت، انا هنزل تحت كده اهو. جميل. هيظهر معايا اكشنز 10 اكشنز. انا هختار ايه؟ انا هدور هنا على ابديت. فين ابديت؟ اهو اخر واحده تحت، ابديت رو ان شيت. وبعد ما ادوس على ابديت رو ان شيت هيظهر لي هنا اول حاجه كريدنشال تو كونكت ويز. هسيبها زي ما هي كريدنشال تو كونكت ويز ادام انت ربطتها من شويه في جيت رو ان شيت اللي هي اول واحده هنا دي. شايف دي هي دي، او ادام انت ربطتها اول مره بتفضل هي زي ما هي، ما بتغيرش اي حاجه، بتوصل نفس الكريدنشال بتاعك. جميل. هدخل هنا تاني هتلاقي الريسورس اسيبها زي ما هي، الاوبريشن ابديت رو. وهاجي هنا بقى عند الدوكيمنت هختار نفس الشيت بتاعي اللي هو اسمه ليدز. جميل. وهاجي هنا اروح جايب ايه برضو انت ان نفس اللي عملناه اول مره، بس انا هغير بقى حاجه هنا. لو بصيت هنا هتلاقي كاتب لك column to match on. دي معناها ايه؟ انا لو دوست عليها select هنا واخترت مثلا lead ID، دي معناها ايه؟ دي معناها ان هو كلمه lead ID دي اللي انا اخترتها واللي موجوده هنا في جوجل شيت اللي هي اول واحده lead ID، هو هيبص على الليد اي دي ده. تمام. ويشوف الحاجه اللي قدام الليد اي دي ده، السطر اللي قدام الليد اي دي ده، عشان يعرف يبعت لكل واحد على حسب الليد اي دي بتاعه. يعني مثلا بص انا هرجع لنت ان هنا، انا عملتها ليد اي دي. جميل. وهيطلب مني هنا اول حاجه الليد اي دي يوزنج تو ماتش. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هاجي هنا عند جوجل شيت واجيب الليد اي دي ده واحطه هنا. جميل. هو هيبص على الليد اي دي ده. جميل. وبعد ما يبص على الليد اي دي ده هيروح جاي على الصف اللي قدامه عشان يتاكد ان المعلومات اللي قدام الليد اي دي ده هي المعلومات الصحيحه. ويروح جاي هنا انا ايه اللي هاممني؟ انا هنا هاممني ان انا اكتب عند كلمه سنت على طول اللي هي موجوده في جوجل شيت دي، اول ما العميل يتبعت له او راح جاي هنا مكتوب سنت. فانا هاجي هنا عند كلمه سنت. جميل. واروح كاتب هنا سنت. تمام كده كل حاجه تمام. فهو هيعمل ايه؟ هو على طول هيبص على الليد اي دي ده ويشوف العمود اللي قدامه اللي هو في جوجل شيت اللي هنا اهو، ادي الليد اي دي. هيبص على العمود اللي قدامه لحد ما يجي هنا كده ويتاكد ان هو ده العمود اللي قدامه هو الصحيح. بعد كده عند سنت دي هيروح كاتب لي سنت زي ما انا قايل له هنا. جميل. طب تعالى كده جرب ادوس اكسكيوت ستيب. بص ايه اللي هيحصل اهو. كده كل حاجه تمام. ولو رحت دلوقتي على جوجل شيت هتلاقيه كتب لي هنا سنت، ادي هو مكتوبه سنت. طيب انا عايز اكمل وادوس اكسكيوت ستيب واخلص كل دول. اللي هتشوفه دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ النظام ده عشان يكمل ويتبعت هياخد 25 ثانيه. طب ليه هياخد 25 ثانيه؟ لان هنا هيستنى ما بين كل واحد 5 ثواني. بص هيجي هنا عند النوت دي ويستنى 5 ثواني. جميل. وبعد ما يخلص ال5 ثواني هيعيد اللفه بتاعته. حلو. ويروح جاي هنا عند الويت نوت دي ومستني 5 ثواني. بعد كده يعيد اللفه بتاعته لحد ما يخلص ال5 عملاء اللي موجودين. طيب انا هسرع لك الحته دي واوريك النتيجه في الاخر.
زي ما قلت لك خد 25 ثانية عقبال ما يخلص، وادي كده اول نظام عملناه الا وهو send message او send email. بص كده لو جينا بصيت اهو، هو ده اول نظام. انا خلصت دلوقتي اول نظام ده، وهندخل دلوقتي على تاني نظام الا وهو الفولو اب. تعالى بقى بص احنا هنعمل ايه في الفولو اب، ركز معايا. نيجي بقى لتاني سيستم معانا الا وهو الفولو اب. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز كل عميل يتبعت له الايميل وما ردش على الايميل، يتبعت له ايميل تاني بيتعمل له فيه فولو اب تاني بعرض اقوى. طب انا هعمل كده ازاي؟ انا هاجي هنا وادخل على انت ان وادوس على ورك فلو جديد، اعمل ورك فلو جديد. انا كده عملت اول سيستم بتاعي، انا عايز اعمل بقى السيستم التاني بتاع الفولو اب. ادوس هنا على اد فيرست ستيب، وهيظهر معايا كذا تريجر على اليمين هنا. انا المره اللي فاتت اخترت تريجر مانولي، المره دي انا هجيب اون سكادجول. طيب اون سكادجول ده هيعمل معايا ايه؟ ده هيخليني اختار مثلا وليكن دايز، ايام، كل يوم. انا كده هو خلاص بقى التريجر ده بيتفعل كل يوم. حلو. طيب ما بين كل يوم ويوم قد ايه؟ يوم واحد، اسيبها هي 1. حلو. التريجر ده هيبقى الساعه كام؟ انا عامله ميد نايت، هو معمول ميد نايت تمام. حلو. هيبقى بالليل الساعه 12. طيب التريجر ده هيبقى الدقايق، حلو، معمول هنا زيرو، فهو الساعه 12 بالظبط. جميل. انا هخرج من التريجر ده. انا عايز ايه دلوقتي؟ انا هجيب كل العملاء اللي عندي في جوجل شيت. هدوس هنا على علامه الزائد دي. اول ما ادخل هنا على جوجل شيت هنزل كده هلاقي حاجه عندي تحت اسمها جيت روز ان شيت، هروح دايس عليها هنا. هتلاقي هنا credential to connect with، هتسيبها هي زي ما هي زي ما عملناها المرتين اللي فاتوا. الريسورس هتسيب دي زي ما هي. هتلاقي الاوبريشن جيت روز تسيبها زي ما هي. والدوكيمنت هتروح جاي هنا جايبها ليدز اللي هو الشيت بتاعنا. وهتلاقي هنا الشيت هتلاقي مكتوب عليه init in، تجيبه هو. جميل. وهتروح هنا execute step. هتلاقي هو العملاء اللي عندنا الخمس عملاء جولنا وكل حاجة تمت هتلاقي هنا الخمس عملاء جم وكل حاجة تمت بنجاح. اروح خارج كده. حلو قوي. واروح جاي هنا عند علامة الزائد، واروح جايب اللوب اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت. ادي لوب اوفر ايتمز. بعد ما اجيب اللوب دي هخرج منها زي ما فهمتك ان كلمة replace me دي انا مش هبقى محتاجها دلوقتي خالص، فانا همسحها. حلو. واروح جاي هنا عند اللوب هنا، واروح جايب الايميل. طيب انا اجيب الجيميل منين؟ بص كده معايا، انا هبحث عن نود اسمها جيميل. واول ما ابحث عن نود اسمها جيميل هختار حاجه اسمها جيت ميني مسجز. طيب اول ما اختار جيت ميني مسجز دي هيقول لك اول حاجه كريدنشال تو كونكت ويز، فانت هتدوس عليها هنا وتدوس كريت نيو كريدنشال وتربطه بالايميل بتاعك. الدنيا هنا سهله تمام ما فيهاش اي حاجه. الريسورس هتسيبها مسج، الاوبريشن جيت ميني. وعندك حاجه اسمها هنا ريتيرن اول. ريتيرن اول دي لو فعلتها هيجي لك كل الايميلات اللي مبعوته لك، كل الايميلات اللي مبعوته لك. انا مش عايز كده، انا ممكن مثلا اخليها وليكن 100 ايميل. حلو. جميل. وادوس هنا execute step. هتلاقي اهو بص هيجيب لي ايميل واحد من الايميلات اللي عندي موجوده في جوجل شيت. فانا عندي من هنا في جوجل شيت 5 ايميلات، هيجيب لي ايميل واحد. حلو. لو خدت بالك هنا انا اول هنا ما عملت execute step جاب لي 100 ايتمز، وانا اصلا عندي في جوجل شيت 5 ايتمز بس، فدي غلطه مني. فانا هعمل ايه؟ انا هاجي هنا عند فلترز وادوس هنا اد فلتر، وبعد كده ادوس هنا عن سنتر. بعد ما ادوس عليها هروح جاي هنا واخد الايميل حطه هنا. طب ده ايميل مين؟ ده الايميل بتاع العملاء اللي في جوجل شيت. كده ايه اللي هيحصل؟ كده هيجيب لي الردود بتاعت العملاء بس اللي في جوجل شيت. يعني لو اي ميل موجود عندي في هنا في الايميلات اللي مبعوته لي على جاي لي على الايميل مش هيجي لي. هيجي لي مين؟ هيجي لي بس الايميلات اللي مبعوته من العملاء اللي انا حاططهم في جوجل شيت. وادوس هنا اكسكيوت ستيب. هتلاقي هنا مفيش بيانات. طب ليه مفيش بيانات؟ ده كان في الاول 100. انا عايز اقول لك حاجه، هو في الاول جاب لي 100 رساله، لان هو انا كنت زودت له اكتر من 100 كان ممكن يجيب لي 1000. كان كل يجيب لي كل الايميلات اللي مبعوته لي او كل الرسائل اللي مبعوته لي على الايميل. لكن هنا ما بعتليش ايميلات لان العملاء اللي عندي في جوجل شيت ولا واحد منهم بعت لي ايميل. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي المفروض اكمل الورك فلو. يعني دلوقتي لو مفيش اي حاجه هنا، بص لو خرجت هنا مفيش ايتمز، صفر، مفيش. انا هنا عشان اكمل الورك فلو هاجي هنا عند السيتنج دي وادوس هنا always output data. كده هيطلع لي اوتبوت مش حقيقي بس علشان اكمل الورك فلو. فانا هنا لو خرجت هتلاقيه بص خرج لي 1 ايتم لكن ما فيهوش اي بيانات، هو فاضي. بس انا هنا عملته هنا كده ليه؟ علشان اكمل الورك فلو بتاعي. طب انا هعمل ايه بعد كده؟ انا هدوس هنا عند علامه الزائد دي وابحث على حاجه اسمها edit
فيلد اهي، edit field، انزل كده هتلاقي edit field set. جميل. اول ما ادخل هنا على edit field هلاقي ده كده قدامي، اروح دايس هنا add field، واروح جاي هنا يقول لي اكتب الاسم واكتب الفاليو بتاعه او القيمه اللي انت عايز تطلعها. فانا هعمل ايه؟ انا هكتب هنا الاسم reply، حلو، اللي هو الرد. جميل قوي. وهنا الفاليو. انا هنا محتاج اعمل ايه؟ انا هنا محتاج يشيك هل من الايميلات اللي عندي في جوجل شيت حد رد ولا لا. طيب لو رد يكتب لي مثلا وليكن يس، لو محدش رد يكتب لي نو. طيب انا هنا دلوقتي هو محتاج كود، انا هجيب الكود ده منين؟ انا هروح لشات جي بي تي دلوقتي، وده اللي كتبته لشات جي بي تي. انا بقول لشات جي بي تي ايه؟ بقول له اديني اكسبريشن في ان يشيك اذا كان الجيسون فيه داتا او فاضي، ويرجع يس لو فيه ونو لو فاضي. هو اداني الجيسون ده، الكود ده، فانا هاخده ده كوبي واروح راجع دلوقتي ال init واحطه هنا في الفاليو، عامل له كوبي كده، عامل له بيست. تمام. وهنا بص بيقول لي نو، يعني جايب لي في الريزلت نو. ليه نو؟ لان هو ما فيش حد من العملاء بعت رساله، العملاء اللي عندي في جوجل شيت ما بعتوش رساله، فهو كاتب لي نو. فانا هدوس هنا اكسكيوت ستيب، هتلاقي هو جايب لي الريبلاي نو، وهخرج انا من هنا. وبعد ما جاب لي الريبلاي نو، انا دلوقتي هضيف حاجه اسمها اف نود. طب تعالى كده اجيب الاف نود دي منين وايه بتعمل ايه اصلا الاف نود ده؟ تعالى بس نجيبها الاول وافهمك بتعمل ايه. انا هدوس هنا على علامه الزائد واروح باعث على اف اهي، هي دي اف نود، وهاجي هنا عند اف نود، واول ما ادخل هنا عند اف نود هلاقي عندي فاليو 1 فاليو 2. انا هعمل ايه؟ انا هاجي هنا عند فاليو 1 واروح جايب كلمه ريبلاي دي وحاططها هنا كده. حلو. دلوقتي ايه اللي قدامه؟ بيقول له ايه؟ انا دلوقتي بقول له لو الفاليو اللي عندك بتساوي يس يبقى كمل. حلو. هتبقى لو هي بتساوي يس هتطلعها لي هنا ترو، لو بتساوي نو، بص انا دلوقتي هكتب له ايه؟ هيطلع لي فولس. طب انا هكتب له ايه هنا؟ انا هكتب له يس، بس اتاكد ان انت كاتب له يس كابيتال مش سمول. حلو. وهو دلوقتي هيعمل ايه؟ دلوقتي لو الفاليو القيمه اللي جايه له من النود اللي قبلها لو بتساوي يس زي ما انا قايل له هنا هيعملها ترو، لكن هي جايه له هنا نو فهيعملها فولس. تعالى كده بص، هدوس اكسكيوت ستيب هيروح مطلعها لي هنا ايه؟ فولس. بص كده ادي ريبلاي نو. طب انا هعمل ايه بعد الخطوه دي؟ انا هروح جاي كده، انا كده خلاص اتاكدت ان هي ما بقتش ترو، هي فولس، هو ما فيش حد رد من العملاء على الايميل اللي انا بعته له. فانا هاجي عند دي واروح جاي كده باعت لهم ايميل تاني، وادوس هنا اروح باحث على الجيميل، واروح جاي هنا دايس سند ا مسج. فين سند؟ ادي سند ا مسج. واول ما ادخل هنا على سند ا مسج هيطلب مني اول حاجه هنا كريدنشال تو كونكت ويز، فانا هوصله بالايميل اللي انا موصله بيه من اول الفيديو. تاني حاجه الريسورس مسج هسيبها زي ما هي مسج. الاوبريشن سند، ايوه انا هبعت رساله، هيجي يقول لك هنا تو مين اللي هيتبعت له رساله. فانا هدوس هنا على اكسبريشن. جميل. واروح دايس هنا على السهم ده، اروح جاي هنا عند جوجل شيت وجايب الايميل بتاع العميل اللي هيتبعت له الرساله وحطه هنا كده. كده كل حاجه تمام. ارجع كده ورا، هيقول لي هنا عند السبجكت، فاروح جاي برضو هنا عاملها اكسبريشن واروح دايس على السهم ده. جميل. اسم العميل من جوجل شيت، اروح جاي اهو الفيرست نيم سارة، اروح حاطه هنا هتلاقيه اتحول الناحية التانية بقى سارة، واكتب قدامها ايه؟ بارتنرشيب فولو اب، يعني متابعة الشراكة. خلاص انا ظبطت مين اللي هيتبعت له الايميل. السبجكت العنوان هيبقى عامل ازاي؟ انزل تحت هنا هيقول لي ايميل تايب، انا هخليها من HTML تكست. بعد كده هنزل تحت عند المسج هخليها برضو اكسبريشن. بص لو بصيت معايا كده انا كتبت له ايه؟ انا كتبت له هنا بدات هلو، وبعد هلو هروح حاطط اسم العميل ادي هو الفيرست نيم، هجيب الفيرست نيم ده هنا، وبعد ما حطيت له هنا الفيرست نيم اهو بقى اتحول الناحيه التانيه بقى هلو ساره. تعالى كده اخد ده كوبي واروح اترجمه انا وانت اهو. بص بدأ باسم مرحبا وهيقول اسم العميل سارة مثلا، لم أتلقى أي رد منك لذا أردت الاستفسار سريعا. هو بيقول إن هو ما استلمش أي رد منه من العميل لأن ده فولو أب. هل ترغب في جذب آلاف العملاء المحتملين المؤهلين لشركتك؟ اخبرني إذا كنت الشخص المناسب للتواصل معه بهذا الشأن. مع أطيب التحيات عمر. حلو قوي. أرجع كده لإنت إن وكده كل حاجة تمام. انا المفروض دلوقتي ادوس اكسكيوت ستيب، فانا هدوس اكسكيوت ستيب. بس هقول لك حاجه، في اول ايميل كنا بنعمله ظهر معانا انت ان في اخر الايميل ودي ما عجبتناش، فانا هاجي هنا عند اد اوبشن واجيب انت ان ابند انت ان اتريبيوشن واروح لاغيها من هنا كده واروح دايس اكسكيوت ستيب.
هتلاقيه بعت دلوقتي الايميل. هروح ابص على الايميل دلوقتي، اديني اهو جيت بصيت لقيته اهو بادئ بيقول لك ايه، متابعه الشراكه ساره، اللي هو ساره بارتنرشيب فولو اب، وكاتب اهو هلو ساره، وكتب كل الكلام اللي انا كتبته له في الاخر بيست عمر. حلو قوي، جامد قوي. تعالى كده ارجع لانت ان، وكده كل حاجه تمام. وعايز اعمل بقى زي ما عملت في الورك فلو اللي قبله، الا وهو ان انا اعمل ويت نود. فانا هدوس هنا عند جيميل عند علامه الزائد دي واعمل ويت نود. حلو، ادي ويت نود، وخليها برضو وليكن 5 ثواني او زي ما انت تحب. واروح راجع كده واروح جايب من ويت نود دي اعملها هنا كده عند اللوب اوفر ايتمز، ولو دوست هنا اكسكيوت ورك فلو هيخلص كل العملاء في 25 ثانيه زي ما قلت لك. هدوس هنا اكسكيوت ورك فلو، هياخد 25 ثانيه عقبال ما يخلص كل العملاء. بيجي هنا بينتظر 5 ثواني وبعد كده يكمل، وبعد كده يخلص العميل التاني ويجي هنا ينتظر 5 ثواني وبعد كده يكمل، وهكذا. هو كده هو خلص ال 25 ثانيه بتوعه، بعت اهو لخمس اشخاص 5 ايميلات، استنى 5 ثواني لمده 5 مرات، وكده كل حاجه اتظبطت، كده كل حاجه تمام. وادي تاني سيستم معانا. تعالى بقى نروح لاخر سيستم واقوى سيستم فيهم. تعالى كده نعمل ورك فلو جديد. انا بقى هنا في السيستم ده عايز اعمل ايه؟ انا في السيستم ده عايز اي حد يبعت لي ايميل ارد عليه برد مخصص بطريقه لا تتخيلها. يعني هبعت له ايميل قوي جدا جدا. طب انا هعمل كده ازاي؟ انا ازاي اصلا هجيب اي حد يبعت لي ايميل وابعت له ايميل تاني وارد عليه؟ بطريقه بسيطه جدا. هبدا ورك فلو هنا جديد، وادوس هنا على اد فيرست ستيب، وابحث عن جيميل. بس المره دي هعمل حاجه مختلفه. ادي الجيميل. حلو، هيظهر معايا هنا تريجرز، وعندي هنا الاكشنز ال 26 اكشنز اللي انا كنت بستخدمهم كل مره، بس انا مش هستخدمهم. انا هدوس هنا عن اون مسج ريسيفد. دي معناها ايه؟ دي معناها ان دلوقتي بص، هو اول حاجه هيطلبها منك ايه؟ هيطلب credential to connect with، فانت هتوصله بالايميل بتاعك. سهل جدا زي ما وريتك في ال3 مرات اللي فاتوا او المرتين اللي فاتوا. هتلاقي هنا بقى عندك المود. حلو، انت عايزه يشتغل كل قد ايه؟ كل دقيقه، كل ساعه، كل يوم، كل اسبوع، كل مانث اللي هو كل شهر، زي ما انت تحب. ممكن تخصصه كمان. حلو. طيب الايفنت ايه؟ مسج ريسيفد، هو ده اللي عندك. يعني ده معناه ايه؟ كل دقيقه هو بيروح يشيك، بيبص في رساله اتبعتت على الايميل ولا لا، في رساله اتبعتت على الايميل ولا لا. طب حلو قوي. تعالى كده اجرب. بص هو هنا ما جابليش رسائل جديده اتبعتت. ليه؟ لان مفيش حاجه اتبعتت على الجيميل عندي من فتره قصيره. فانا هعمل ايه؟ انا هروح ابعت على الجيميل بتاعي رساله من ايميل تاني. انا دلوقتي رحت بعت من ايميل تاني على الايميل الاساسي اللي انا بجرب عليه رساله. يعني انا جبت ايميل تاني غير الايميل الاساسي اللي انا بجرب عليه، وبعت من الايميل التاني ده رساله اكني العميل ورد. حلو، هدوس هنا اجرب عليه. هنا بص، بعد ما جربت تاني ظهر لي كل البيانات اللي في الايميل، بيانات كتير جدا انا محتاجها ومش محتاجها. وجاب لي اهو الايميل اللي بعت رساله، والرساله اللي انا بعتها انا كتبت له هلو، والايميل اللي اتبعت عليه رساله. بس انا كل ده ما يهمنيش، انا اللي يهمني الايميل بس، الايميل بس اللي مبعوت منه. طب انا هعمل كده ازاي؟ ازاي اطلع من كل البيانات دي الايميل بس؟ بحاجه بسيطه قوي جدا جدا جدا، الا وان هو هجيب دلوقتي حاجه اسمها مسج موديل، انا جبتها من شويه بس هستخدمها في استخدام تاني. هدوس هنا على علامه الزائد دي وابحث على اوبن اي اي، وبعد ما اجيب اوبن اي اي اروح نازل كده جايب مسج موديل. هجيب مسج موديل، وبعد ما ادخل على مسج موديل هختار من هنا اي موديل. بس ثواني، انا محتاج دلوقتي اعمل اوصله بالاي بي اي بتاعي. انا كنت موصله من شويه بده، هو ده اوبن اي اي اللي هو 15. هشوف دلوقتي. ايوه، طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ هو دلوقتي لما جاب لي العلامه اللي هي 404 دي ان انا مش موصله ومش مديله صلاحيه، لان انا ما كنتش موصله بالاي بي اي اللي انا جبته من شويه، اللي عرفتك بيتجاب منين. اللي قلت لك بتدوس هنا على كريت نيو كريدنشال والاي بي اي كيز، تروح تبحث عن الاي بي اي، والاي بي اي ده معناه ايه؟ اللي بيخلي التطبيقات تتواصل مع بعضها وهكذا. حلو قوي. انا دلوقتي هروح جاي هنا عند الموديل، واروح جايب اي موديل انا عايزه، وليكن مثلا جي بي تي. ماشي، حلو ده جي بي تي 4.1. واروح جاي هنا عند البرومبت عاملها هنا اكسبريشن. انا بقول له ايه؟ give me just the email address. ده معناه ايه؟ بقول له اديني بس الايميل ادرس، انا عايز بس العنوان او البريد الالكتروني بس. وهديله ايه؟ اروح جاي هنا تحت عند كلمة from دي واروح مديها له. حلو، وهو ده اللي انا هديهوله. انا دلوقتي مبعوت له كذا حاجه، انا عايزه بس يطلع لي من هنا ايه؟ يطلع لي الايميل بس، يطلع لي
الايميل اللي هنا بس، لان ده اللي انا هستخدمه قدام. فهو دلوقتي هدوس هنا اكسكيوت ستيب، هيطلع لي هنا الايميل بس اهو، طلع لي الكونتنت مكتوب عليه mrhelmi710 @gmail.com، وهو ده اللي انا محتاجه. طب انا ليه محتاج ده؟ لان انا هستخدمه في حاجه دلوقتي قويه جدا. هعرفك حالا انا ليه خليته يطلع لي ايميل بس، مش في الخطوه دي، في الخطوه اللي بعدها. بص كده انا هعمل ايه. انا هنا هجيب جوجل شيت وهفهمك ليه انا بعمل كده. بص كده جوجل شيت، انزل كده تحت لحد ما الاقي جيت روز ان شيت، هيروح جايب لي جيت روز ان شيت. راح جاي هنا اسيب كل حاجه فوق زي ما هي، انت كده عرفت ليه احنا بنسيبهم زي ما هي، قلت لك عليها. وهاجي هنا عند الدوكيمنت، هختار اسم الشيت اللي انا شغال عليه ليدز، وهنزل تحت عند الشيت اسم الورقه اللي انا شغال عليها الا وهي انت ان. هدوس هنا اكسكيوت ستيب، هتلاقي كل حاجه ظبطت، كل حاجه تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ اروح جاي هنا جايب حاجه اسمها اف. اف دي بتعمل ايه؟ انا استخدمت اف دي من شويه. طيب اف دي انا هستخدمها تاني ليه؟ اف دي هخليني اعرف لو الايميل اللي انا جبته من هنا من شويه، اللي خليت شات جي بي تي يطلعهولي، اللي هو ده، جميل قوي، ده موجود اصلا عندي ولا لا في جوجل شيت. يعني انا دلوقتي طلع لي الايميل ده اللي بعت لي رساله من شويه، اللي انا رحت قلت لك انا بعت من ايميلي التاني عشان نكمل الورك فلو اكني عميل. حلو، ده هيشوف لي هل الايميل ده موجود عندي في جوجل شيت ولا مش موجود عندي في جوجل شيت. طب انا هخليه هنا يتاكد ازاي؟ انا بكل بساطه هقول له كده، هاجي هنا عند جوجل شيت فوق، واروح جايب هنا الايميل واروح حاطه هنا كده. كده بقى ده قدامه ايه؟ هنا لو الايميل اللي اتبعت منه الرساله زي الايميل اللي جاي لي من جوجل شيت اللي هو ايميل العميل، فهو هيكمل. وانا دلوقتي هدوس اكسكيوت ستيب، هتلاقيه جاي لي ايه فين؟ عند الترو. لو صح، لو نفس الايميل اللي مبعوت منه الرساله هو الايميل بتاع العميل، بس هو هنا جاي لي كله فولس، جاي لي الخمسه فولس. ليه؟ لان مش نفس الايميل. انا قايل لك ان انا جايب ايميل بتاعي انا، والايميل بتاعي انا مش من ضمن العملاء، فكده الورك فلو ده مش هيكمل، مش هيمشي. فانا دلوقتي عشان اكمل الورك فلو معاك ونجرب ونشوف ايه اللي هنعمله بعد كده، انا هعمل حاجه بس انت تقدر تغيرها بعد كده. انت اللي هتسيبه هو ده، هو ده الجيميل ده. حلو، الايميل بتاع العملاء ده اللي انت هتسيبه عندك. بس انا عشان اكمل الورك فلو بتاعي، فانا هضطر دلوقتي اعمل الايميل بتاعي انا. حلو، اللي هو ده، شايف ده الايميل بتاعي. هضطر اقول له ايه؟ لو الايميل اللي جاي لك منه الرساله هو ده، اعمله ترو. فهو دلوقتي قدامه الايميل ده، لو هو ده الايميل اللي جاي له منه الرساله هيعمل ترو. فتلاقيه هنا غصب عنه بدل ما خلى هنا الخمسه ايتمز فولس هيخليهم دلوقتي ترو. بص كده اهم كلهم دلوقتي بقوا ترو. ده انا بعمله ليه؟ انا بعمله ده دلوقتي عشان اكمل الورك فلو اللي انا عايز اعمله ده، او الاي اي ايجنت اللي هيرد بعديه على الرساله بتاعت العميل. لكن انت هتسيبه هي زي ما هي، هتجيب الايميل من هنا وتحط الايميل ده كده ادام انت عايز تتابع مع العملاء. انا هاخد من هنا كده واروح جاي كده عند علامه الزائد، واجيب اللوب اللي احنا استخدمناها مرتين، واعرفك تاني ليه بنستخدمها دلوقتي. اول ما اجيبها كده اروح ماسح هنا ريبليس دي، جميل قوي، اروح مساحه من هنا، لا اروح مساحه كده. حلو، جايب من هنا ويت نود، انت عارف طبعا الويت دي ليه بنستخدمها. حلو، بس انا مش هستخدمها دلوقتي لان انا استخدمتها دلوقتي هتعطلني في العمليات، فانا هخليها هنا كده فوق. وهفتكر قبل ما اخلص الفيديو ان انا احط الويت نود دي ما بين اللوب اوفر ايتمز والنود اللي انا هحطها دلوقتي بعدها، الا وهي الاي اي ايجنت اللي هيكتب دلوقتي رد مخصص بالتفصيل. هاجي هنا عند علامة الزائد دي، واروح جايب AI agent، اروح نازل تحت كده، ادي ال AI agent بتاعي. وبعد ما اجيب ال AI agent اروح جاي عند connected chat trigger node دي، هخليها define flow واخرج من ال AI agent، مش محتاجه دلوقتي. انا محتاج اول حاجة هنا اجيب له chat model، المخ اللي هو هيفكر بيه. فانا اول ما ادوس هنا عند علامة الزائد بتاعت الشات موديل، انزل كده تحت شوية واروح جايب open AI chat model، وهو هيبقى شات جي بي تي اللي وصلناه من شويه، الاي بي اي كي اللي احنا وصلناه من شويه، فهو كان اسمه 15 اوبن اي اي اكونت 15. هسيبه هو زي ما هو، مش هبقى محتاج اوصله تاني بالاي بي اي بتاعي لان انا كده كده وصلته من شويه. اخرج منه كده هتلاقي اهو، بص ده الموديل اللي بيستخدمه جي بي تي 4.1 ميني. اخرج كده اروح جايب له تول من هنا، انا عايز اجيب له think tool. ثانيه كده انا هبحث كده عن حاجه اسمها think tool اهي، دي اول واحده.
دي بتخليه يفكر شويه، بتخليه اذكى شويه. فانا هجيبها له، هي ما بتغيرش في الاجابه بتاعته، بس بتخليه يفكر شويه. وهاجي هنا عند التول تاني واجيب له جوجل. ادي جوجل، انا عايز اجيب له جوجل شيت. فين جوجل شيت؟ انزل كده ادي جوجل شيت تول. كده انا اديت له اكسس على جوجل شيت. اول ما ادخل هنا على جوجل شيت نفس اللي بيحصل كل مره، بيقول لك الكريدنشال، بتوصله بالكريدنشال، تسيب كل حاجه زي ما هي. تيجي هنا عند الدوكيمنت هتروح جايب ليدز، تيجي هنا عند الشيت هتروح مختار انت ان، كل حاجه زي ما هي تمام. واجي انا هدخل عليه هنا كده، هو بقى ليه صلاحيه او اكسس على جوجل شيت. فانا واروح داخل هنا عند الايجنت، واروح داخل هنا كاتب بدل فيكسد اخليها اكسبريشن، واروح جاي عند السهم ده دايس عليه وكاتب له بقى اللي هو هيعمله بالتفصيل التفصيل. بص كده، ده بقى اللي هو هيعمله بالتفصيل التفصيل، انا معرفه كل خطواته بالتفصيل الممل. تعالى كده اخد ده كوبي ونروح انا وانت نترجمه. بقول له ايه؟ بقول له انت مساعد مبيعات في خدمات عمر للذكاء الاصطناعي اللي هو انا والأتمتة، وتحديدا خدمات توليد العملاء المحتملين. هدفك هو إتمام صفقات العملاء المحتملين من خلال التركيز على التحول والنتائج التي سيحققونها. يعني أنا بعرفه إن هو يكلمهم على النتائج، ما يبعتلهمش أنظمة معقدة وخلاص، لأن مفيش صاحب بيزنس بيهتم بأنظمة أو أنت بتعمل كام نوت في ان أو كل الكلام ده. هو بالنسبة له أنت هتقدم له النتائج إيه. جميل. بقول له إيه عرضك؟ هو يساعد نظام عمر لتوليد العملاء المحتملين من خلال أتمتة الذكاء الاصطناعي رواد الأعمال على توليد آلاف العملاء المحتملين المؤهلين لعملهم. ايه النهج اللي هيمشي عليه؟ بقول له ابدأ دائما بالنتيجة النهائية، ركز على العائد الشهري الذي يمكن للنظام لتوليده زي مثلا 10,000 دولار. اجب على اسئلتهم المحدده مع التركيز على الفوائد، يعرفهم ايه يجاوب على الاسئله بتاعتهم ويعرفهم ايه الفوائد بتاعتها. استخدم الدليل الاجتماعي اللي هو السوشيال بروف. حلو. اذكر نجاحات العملاء الاخرين عند الحاجه. اوجد حاله من الاستعجال. ممكن يقول لهم مثلا ان الاماكن محدوده، الطلب متزايد على اتمته الذكاء الاصطناعي. تعامل مع الاعتراضات من خلال إعادة صياغتها كاستثمار في مستقبلهم. يعني يعرفهم إن ده استثمار هم بيستثمروه للشركة بتاعتهم عشان يزودوا العائد بتاعه في المستقبل. بقول له تأكد من التركيز على الفوائد، ركز على الأسلوب يكون احترافي ولكن حواري، واثق من النتائج، يكون بيتكلم أكنه بيتكلم بأسلوب احترافي والأسلوب يكون حواري ويبقى واثق من النتائج اللي هو بيقولها. حلو، أكنه بني آدم. ركز على تحولهم وليس فقط على الميزات، يعني يركز ان هم يحولهم كعملاء مش بس المميزات. ايه الهدف؟ بقول له شجعهم على حجز مكالمه معايا او الالتزام بالبرامج من خلال توضيح كيفيه تغير حياتهم بالضبط عندما يكسبون 10,000 دولار امريكي شهريا باستخدام اتمته الذكاء الاصطناعي. بقول له اختم دايما برساله واضحه سواء لحجز مكالمه او طلب التزامهم بالبدء ان هم يبداوا معانا في النظام بتاعنا. اجعل رسالتك قصيره وليس طويله جدا وجذابه. وفي الاخر اكتب مع اطيب التحيات عمر، خدمات عمر للذكاء الاصطناعي والأتمتة. بقول له برضه يمكنك ايضا استخدام اداه جوجل بيانات، جدول بيانات جوجل اللي هو جوجل شيت. ليه انا هنا بعرفه ان هو ليه صلاحيه على جوجل شيت؟ ليه؟ عشان يجمع المعلومات اللي هي ليها صله بالعملاء المحتملين ويستخدمها في عرضه التقديمي. وبرضه بقول له في الاخر هذا هو اسم الشخص. يعني مثلا بص كده، ارجع معايا لينت ان، انا معرفه تحت هنا في اخر رساله ان هو ليه اكسس على جوجل شيت، ليه صلاحيه على جوجل شيت. بعرفه تحت ان ده اسم العميل. طيب تعالى كده اجيب له اسم العميل. ادي هنا هدخل على جوجل شيت واروح جاي هنا عند الفيرست نيم سارة، هتلاقي هنا ده اسم العميل انا جبته له هنا كده. ادي اسم العميل ظبط معاه هنا كده اهو. ادي اسم العميل انا دوست عليه هنا دوسة مطولة وبعد كده جبته عندي هنا، كل حاجة ظبطت. هتلاقيه الناحية التانية اتحول سارة. وهعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي خلاص كل حاجه اتظبطت، هدوس اكسكيوت ستيب، هتلاقيه ظبط لي كل حاجه بتفصيل التفصيل. وهتشوف دلوقتي النتيجه. ادي اهو الايميل، كتب هاي ساره، كتب كل حاجه بالتفصيل. اجابه قويه جدا. تعالى اوريك بس كده حاجه. اخرج من هنا. انا دلوقتي هو بعت لي ايميل مفصل جدا، ايميل قوي جدا جدا جدا. هترجمه انا وانت دلوقتي، بس قبل ما اترجمه هعمل حاجه بسيطه. تعالى بص كده، انا هخلي دي تيبل واروح جايب كده الايميل كله واخده معايا واروح اترجمه دلوقتي.
تعالى كده نترجمه وشوف الايميل الاحترافي اللي هيتكتب لأي عدد من العملاء من غير ما انت تتدخل كل يوم للعملاء المهتمين. كاتب ايه: مرحبا سارة، أردت مشاركة كيف يمكن لنظام عمر لتوليد العملاء المحتملين باستخدام أتمتة الذكاء الاصطناعي أن يحدث نقلة نوعية في أعمالك في، كتب اسم الشركة. تخيل تولد 10,000 دولار أمريكان شهريا مع العملاء المحتملين المؤهلين باستمرار، مما يريحك من عناء البحث ويتيح لك التركيز على التوسع. يعني الحاجات اللي محتاجة أتمتة، محتاجة شغل كتير من غير تفكير، هو يعملها، بس الواحد يركز على التوسع. لقد شهد العديد من العملاء في مجال التكنولوجيا مثلك هذا التحول. مع محدودية الأماكن وارتفاع الطلب، هذه فرصتك للحصول على نظام يحول توليد العملاء المحتملين إلى محرك إيرادات متوقع وليس مجازفة. هل أنت مستعد لمعرفة كيف يمكننا تحقيق 10,000 دولار شهريا، دولار أمريكان شهريا لك؟ لنحجز مكالمة سريعة للبدء. مع أطيب التحيات، عمر حلمي، خدمات الذكاء الاصطناعي والأتمتة. لو بتسأل نفسك إيه إن سلاش دي اللي موجودة دي اللي بتخليه يعمل سطر ما بين كل حاجة، سيبك منها دلوقتي، هنبقى نستخدمها بعدين، بس سيبك منها دلوقتي، خليك عارف بس دي اللي بتخليه يفرق السطور ما بين بعضها. ما تهمكش دلوقتي خالص. بعد كده بقى انا عايز ده يتبعت للعميل على الايميل، فهاجي هنا كده عند علامة الزائد دي، وداخل باحث على الجيميل، وادوس ادي الجيميل، وادوس على send a message. ادي send a message. واول ما ادخل على send a message هسيب اول 3 زي ما هما. انت طبعا عارف ليه. اول واحده دي بتاعت الكريدنشال اللي بتوصله، لو انت موصله في الكذا مره اللي احنا وصلناهم اللي فاتوا فمش هتبقى محتاج توصله تاني. الريسورس هتسيبها مسج زي ما هي. الاوبريشن هتسيبها send، احنا بنبعت. التو دي، التو مين اللي هيتبعت له رساله؟ انا هخليها دلوقتي اكسبريشن. التو دي ده مين اللي هيتبعت له الايميل؟ انا هخليها اكسبريشن. وبعد ما ادوس اكسبريشن هدوس على السهم ده، حلو قوي، واروح جاي هنا عند اللوب اوفر ايتمز، اروح نازل كده تحت، واروح جايب الايميل واروح حاطه هنا، دايس عليه دوسه طويله وسايبه هنا، بيتحول اهو على طول للايميل بتاع الشخص. هو كده كده ايميل وهمي، انا بس بعرفك هتعمل ايه. هتلاقي هنا السبجكت، العنوان، انا هكتب ايه هنا في السبجكت. اروح جاي مخليها برضو اكسبريشن. بعد ما اخليها اكسبريشن اروح دايس على السهم ده، ادخل على السهم. اول ما ادخل على السهم ده هلاقي هنا الاكسبريشن قدامي اللي انا عملته. انزل كده تحت هنا، اروح جاي هنا عند لوب اوفر ايتمز، انزل كده شويه. ممكن مثلا اخلي هنا ايه في السبجكت؟ انا ممكن مثلا اخلي السبجكت الفيرست نيم، الاسم الاول بتاع الشخص، زائد مثلا كلمة أي حاجة. ممكن أكتب بقى أي حاجة في السبجكت دلوقتي. بص كده، أدي الفيرست نيم، وهكتب مثلا إيه بارتنرشيب، اللي هو مثلا شراكة. جميل. وهيبقى ده السبجكت بتاعت الإيميل بتاعي. هاجي هنا عند الإيميل تايب، أنا مش هخليه HTML، أنا هخليه تكست. وهنا بقى المسج. طيب المسج دي اللي هي أهم حاجة في الإيميل، أنا هعملها إزاي؟ أنا مش هعمل حاجة، أنا كده كده خلاص اتعملت أهي، مش ال AI agent عملها لي. فأنا هروح واخدها هنا كده واروح حاططها هنا. هتلاقي المسج اتحولت. وما ننساش اروح جاي هنا تحت عند اد اوبشن، واجيب append init in attribution، واروح لاغيها عشان ما يظهرش العلامه بتاعت init in في اخر الايميل. واروح دايس execute step. هتلاقي دلوقتي ده اتبعت على الايميل عندي. هروح ابص دلوقتي على الايميل، هتلاقي الايميل ده اتبعت. تعالى كده بص، هو دلوقتي بيعمل execute step، دلوقتي اتبعت وكل حاجه تمام. حلو قوي. هي كانت تيبل، هنا انا خليتها سكيما. دول 3 اشكال تقدر تشوف بيهم البيانات اللي جايه في الاوتبوت: سكيما، تيبل، جيسون. لسه هنشرحهم بالتفصيل التفصيل في كورس جاي قدام. هدخل هنا عند الايميل، هلاقي اهو سارة بارتنرشيب، ودي مكتوب لها ايميل بالتفصيل التفصيل. هو ده الايميل اللي اتكتب واحنا ترجمناه واتبعت دلوقتي لسارة ولكل العملاء. لا، هو اتبعت دلوقتي لسارة بس. طب هنبعته بقى ازاي لكل العملاء؟ هرجع دلوقتي. فاكر لما قلت لك انا هستخدم الويت نوت دي؟ انا هستخدمها. جميل. بس انا دلوقتي هرجع، اطلع كده فوق، هاخد من السند ايميل دي الحتة دي، اروح دايس، بص كده، اروح دايس كده واخد الفرع اللي طالع منه ده كده عليه، واروح مرجعه هنا عند ايه؟ عند اللوب دي. حلو. وبعد اللوب دي، ما بين الاي اي ايجنت ده وما بين اللوب دي، هروح عامل ايه؟ هروح فاصلهم كده الاتنين من بعض. جميل. تعالى بس ابعد دول كده عنهم. حلو. اطلع بقى كده ايه الويت نوت دي، احطها ما بينهم.
لان انا عايز ايه ما بين كل رساله ورساله برضو ياخد فتره. فانا هاخد كده دي واحطها هنا، وكده كل حاجه بقت تمام. هيبعت كل الرسائل، هيستنى ما بين كل رساله ورساله 5 ثواني او اي وقت انت تحدده. انا محدده دلوقتي 5 ثواني، وهو هيستنى 5 ثواني. طيب بص دلوقتي كده، هو لما عملته جاب لي الايتمز خرجوا كده فولس. طب ليه خرجوا فولس لما جيت اجرب تاني؟ لان اخر واحد بعت لي ايميل مش هو المكتوب عليه الشخص ده. طيب ليه جاب لي هنا الفايف ايتمز على الفولس مش على الترو، وما كملش دلوقتي الورك فلو بتاعي؟ ليه؟ لان انا دلوقتي لما رحت على الايميل جيت ابص لقيت في حد بعت لي رساله على الايميل بره عن الفيديو او بره عن العملاء اللي عندي حاططهم في الجوجل شيت او في السي ار ام بتاعي، او حتى الايميل اللي انا بعت منه رساله من شويه. وهو ده الطبيعي، ان ممكن اي حد يبعت لك رساله من بره من بره العملاء بتوعك، فالورك فلو ما يكملش، وده اللي احنا عايزينه. فانا هرجع دلوقتي هنا عند الاف نوت دي واعدلها، اخليها بدل الايميل بتاعي اللي انا كنت حاطه، اللي يتحط بقى الايميل بتاع مين؟ بتاع العميل. فانا هجيب كده الايميل بتاع العميل، فانا راح جاي هنا جايب الايميل بتاع العميل وحطه هنا كده. وكده خلاص هو بقى بيبص لو العميل هو اللي بعت الرساله بيكمل، مش العميل بيروح عامله فولس. احنا هنبقى على طول لو العميل هو اللي بعت الرساله هيتعمل شو. وهو ده النظام بتاعنا، ده كان اخر نظام. دلوقتي بقى في ويت نود، النود دي بقت بتستنى ما بين كل ايميل وايميل يتبعت 5 ثواني. يعني لو عندك 10 عملاء هيتبعتوا في 50 ثانية، 20 عميل يتبعتوا في حوالي دقيقة و40 ثانية، وهيبقى النظام شغال معاك بكامل فعاليته. وكده انت خلصت. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، وقول لي تحب الفيديو الجاي عن تتبع الردود في السي ار ام ولا تحسين الاوبن ريت؟ اكتب لي في الكومنتات.